ماتش أسوأ ما فيه هي الإصابة اللي جات لموسيالا في نهاية الشوط الأول، والسيناريو أصلا اللي مشيت بيه الإصابة. اللي ما شافش اللقطة، هي اللقطة عبارة عن كانت كرة ميتة، كرة دوناروما رايح عليها وتقريبا باتشو بيحلق على الكرة كده عشان دوناروما يروح يمسكها. جمال موسيالا جاي من آخر الدنيا عشان يحاول يروح على الكرة في نفس الوقت اللي دوناروما ابتدى يتزحلق فيه عشان يروح للكرة. وهو رايح للكرة كان موسيالا وصل للكرة، تحس ان هو انكر رجل موسيالا تقريبا، دوناروما دخل فيه او خده وهو رايح للكوره. بمجرد ما الكوره خلصت احنا شفنا كل اللعيبه حاطه ايديها على دماغها. دوناروما خد باله لما شاف رد فعل اشرف حكيمي، بيبص على اشرف حكيمي لقاه حاطط ايده على راسه وبيخبي عينيه اللي هو مش عايز يشوف المنظر. فهو بيلف كده شاف رجله ابتدى يعيط وابتدى في المشهد اللي هو عمله. ودي بصراحة أسوأ حاجة في الماتش وأسوأ حاجة في البطولة كلها، وأولى ضحايا البطولة دي هي بايرن ميونخ. لأن الإصابة دي هو كسر مضاعف في الأنكل، غالبا هيقعد سنة بالميت 10 شهور. باستثناء اللقطة دي وباستثناء الإصابة دي احنا كنا على ميعاد مع واحدة من أمتع ماتشات البطولة. ماتش الشوط الأول خلص فيه 0-0 وتعادل سلبي، بس على رأي فارس عوض هو أجمل شوط سلبي في البطولة كلها. فتعالوا كده نتكلم في شوية كلام عن ماتش باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. فما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويلا بينا كده نشوف هنقول ايه. اول حاجه كده انا عايز اتكلم عليها، وعايز حد كده يقول لي هو لاحظ الحته دي ولا لا، باستثناء الطردين، ما بتكلمش على الطردين خالص. انا كنت حاسس ان حكم الماتش كان يعني باريس سان جيرمان واكلين عليه فلوس، مستقصدهم. باستثناء الطردين، الكلام ده قبل الطردين في كور اشرف حكيمي وكفاراتسخيليا كانوا هيتجننوا من اللي الحكم بيحسبه ومن اللي الحكم بيعمله. فانا عايزك برضو تقول لي كده انت كمان لاحظت الحته دي ولا لا، بعيدا عن الطردين. يعني قبل الطردين كنت شايف ان الحكم جاي شويه على باريس ولا لا؟ خلونا في بدايه الكلام بقى نتكلم عن الاثنين حراس، مانويل نوير ودوناروما. جماعه اللي شاف الماتش واللي شاف الشوط الاول بالذات، دوناروما شايل كورتين ثلاثه، مانويل نوير شايل كورتين ثلاثه. في الشوط الثاني مانويل نوير شايل انفراد. هي دي الحراس يا جماعه، هي دي الحراس. وهي دي الفرق اللي عايزه تكسب بطوله، هيكون عندها حارس هيشيلك في الوقت الصعب والوقت اللي الفرقه محتاجاه فيه. دوناروما شال كور لو كانت دخلت كان بايرن ميونخ ركب الماتش من اوله، لان بايرن ميونخ اصلا باريس سان جيرمان كسب، بس بايرن ميونخ هم عملوا ماتش جامد جدا على باريس وكانوا يستحقوا الفوز بصراحه. دوناروما عايز اتكلم عليه كده في حته بسيطه، في ماتش دور ال 16 قصاد ليفربول في دوري الابطال، في ماتش الذهاب اليسون كان عامل ماتش عمره، ودوناروما ساعتها اتشاط عليه كوره واحده هي اللي دخل الجون. من بعد الماتش ده دوناروما تحول على مدار البطوله كلها مع باريس سان جيرمان وعلى مدار الموسم عموما. محدش فينا بيشوف ماتشات لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، بس اللي احنا شفناه لدوناروما بعد الماتش ده، لا دوناروما بقى سبب رئيسي في دوري الابطال اللي خدوه باريس سان جيرمان، وبرضه هو سبب رئيسي للحته اللي وصل لها باريس سان جيرمان في كاس العالم للانديه دلوقتي. على الناحيه الثانيه مانويل نوير بيعمل واحده من اجمل تصديات البطوله قصاد كفاراتسخيليا في الشوط الاول. رد فعل جبار وفردة جسمه وفردة ايده يا جماعه. الراجل ده حارس يعني. انا عارف ان هيبقى في ناس كتير شايفه بوفون، بيتر تشيك، الناس من القديمه، بس انا بصراحه يا جماعه بحس النوير ده في حته لوحده. يعني النوير ده لو انت بتشجع، هو كده كده ما لعبش غير بايرن والمانيا، لو انت بتشجع واحده من الفريقين دول انت هتحس بامان وهو واقف في الجون، بعيدا عن الغلطه اللي عملها في الشوط الثاني واللي كانت هتخلي ديمبلي يجيب جون. بس لا نوير يعني بحس ان هو عمل نقل عموما في حراسه المرمى. فكره الحارس اللي بيصد تصديات اعجازيه، الناحيه الثانيه من احسن الحراس في تاريخ كره القدم اللي بيلعب برجله. فنوير من الحراس القليلين اللي جمعوا بين المعادله دي، ان هو حارس بيصد حلو جدا 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 وبيلعب برجله حلو قوي قوي قوي. فانا بصراحه في بدايه الكلام كنت حابب اتكلم قوي على الاثنين حراس والتاثير اللي بيعملوه الحراس التقيله في فرقهم. بعد كده عايز اتكلم عن البايرن واللي عمله البايرن الماتش ده. اي حد قبل الماتش هيقول لك ده باريس سان جيرمان بالاداء اللي هم بيعملوه ده هياكلوا بايرن ميونخ. خليني اقول لك ان بايرن ميونخ الشوط الاول ده هو كان ممكن يطلع فيه 2 3 مستريح، هو كان لازم جون عشان يبروزوا بيه المجهود بتاعهم طول الشوط الاول، وهم فعلا جابوا جون وطلعوا اوف سايد. بس بايرن ميونخ كانوا بيستغلوا سلاح باريس سان جيرمان ضدهم. ايه هو السلاح ده يا عم؟ الضغط. الضغط العالي اللي كانوا بيعملوه على باريس سان جيرمان، وكانوا بيغلطوهم كتير قوي. ولولا ان لعيبه بايرن ميونخ كانت بتضيع، لا انت كنت ممكن تلاقي باريس سان جيرمان طلع الشوط الاول 2-3 والماتش ده رايح في سكه تانية خالص بقى. فبايرن ميونخ عملت ماتش حلو قوي قوي النهارده.
كومان يا جماعه في الشوط الاول عمل، انا عارف ان الناس هتشيد باشرف حكيمي هجوميا وبالتاثير المرعب اللي بيعمله سواء بالاجوان او بالاسيستات. كومان في الشوط الاول كان مبهدل اشرف حكيمي دفاعيا، وليسي وموسيالا كده بعيدا عن الاصابه هو كان يعني ما كانش عامل احسن اداء ليه في الشوط الاول. وعلى الناحيه الثانيه كومان كان عامل اداء يعتبر فاجئ الناس، اصلا الناس كلها كانت مستنيه من موسيالا واوليسي اداء احسن من كده، لا انت لقيت كومان هو اللي عامل اداء روعه على اشرف حكيمي. فدي حاجه كده حبيت اتكلم عليها، لان كومباني مدرب ما يستاهلش الصوره اللي متاخده عليه وان هو مدرب مش كويس، لان انا شايف ان كومباني بيعمل اداءات قصاد عتاوله اوروبا وبتفرق معاه على تفاصيل صغيره قوي. ده غير ان انا شايف ان فرقه بايرن ميونخ الموجوده حاليا معاه دي مش اقوى فرقه اصلا لبايرن ميونخ، وان هو مظلوم معاه. على الناحيه الثانيه عند باريس سان جيرمان انا عايز اتكلم عن باركولا ده واحد من اكتر اللعيبه المظلومه في اوروبا وفي باريس سان جيرمان. لما تكون انت لاعب بالامكانيات دي ومش عارف تلعب اساسي اصلا بسبب بقى دوي او كفرستخيليا او ديمبلي طبعا في الدوري ودوري الابطال، لانه هو مؤخرا في كاس العالم للانديه بقى هو اللي بيلعب اساسي بسبب ان ديمبلي بيريح مش اكتر. انما انت كواحد زي باركولا ده وبتقعد دكه، لا يا جماعه ظلم، الواد ده لازم يروح اي فرقه كبيره ويلعب. انا نفسي اشوفه في برشلونه، ده كده عن ناحيه الشمال مع لامين يامال ناحيه اليمين هتبقى متعه. الواد ده الشوط الاول كان بيلعب بايرن ميونخ لوحده، لا تقول لي بقى دوي ولا كفرستخيليا ولا فيتينيا ولا جواو نيفيس ولا اشرف حكيمي ولا مينديز، استلام وترقيص وصناعه فرص كل حاجه كان عاملها تقريبا. ورغم كده هو اول لاعب طلع، وهو ده اللي بتكلم عليه، ان انت كلاعب بالامكانيات دي انت اصلا مش ضامن مكانك في باريس سان جيرمان، انت اول لاعب بيتضحى بيه دايما. فالواد ده لو استغل ان هو ما بيلعبش وطالب ان هو يمشي وراح بقى اي فرقه كبيره في اوروبا، يعني فرق كتير قوي عايزه وينجات شمال، ارسنال بقى هتتكلم في ارسنال، هتتكلم في ليفربول، هتتكلم في برشلونه، بايرن ميونخ نفسهم، لا الواد ده لو طلع راح اي فرقه من دول هيبقى من نجوم فرقته، وان ما كانش هيبقى النجم الاول في فرقته. وبما اننا بقى جبنا سيره دوي واحنا بنتكلم على باركولا، فانا هتكلم على نقطه واحده بس. انا عجبني قوي الجون، انا عارف ان نوير يتزحلق، بس فكره ان نوير يبقى شايف الكوره داخله قدامه وهو اصلا تحسه متثبت، هو اتزحلق، عارفين ان هو اتزحلق، بس ان نوير يبقى واقف كده باصص على الكوره مش قادر يعمل بيها حاجه، ده غير ان انت شايطها بشمالك اصلا وفي الضيقه. فلا الفينش ده حلو قوي، معرفش هو قصده ولا لا، قلشت ولا لا، عشان في الاعاده كان باين ان هي ما لبستش في وش رجله قوي، فمعرفش هو كان قاصدها ولا هي قلشت منه، بس جون جامد جدا بصراحه. تقول لي بقى ايه اكتر حاجه ضايقتك في الماتش ده؟ هقول لك ان ديمبلي نزل على الجاهز وبايرن ميونخ دفاعاته مفتوحه وبيهاجموا بالفرقه كلها، جاب لك جون. هيقعد يتقال بقى ديمبلي والبالون دور وبتاع. جماعة أنا عايزكم تروحوا كده تشوفوا فيديوهات أو تشوفوا أنتوا نفسكم مع أصحابكم في الشتات أو في أي حتة، شوفوا كنت في شهر 1 أو 2 ده كنتوا بتتكلموا عن مين إن هو يستاهل البالون دور، هنلاقي إن كلنا تقريبا كنا بنتكلم عن لامين يامال، صلاح، رافينيا، بدري. فكرة ديمبلي دي ما كانتش موجودة أصلا، ديمبلي ما بانش غير من أول شهر 1 بقى في أواخر 1 كده. ففكرة إن ديمبلي بسبب الجون اللي جابه النهارده ده مثلا هتلاقي الزيطه رجعت تاني ان هو بقى البالون دور وبتاع، وهو اصلا من اول كاس العالم ما كانش بيلعب، يعني هو مريح في كاس العالم ده ما عملش حاجه فيه. بس في الاخر باريس سان جيرمان لو كسبت كاس العالم هيتنسب له ان هو خد البطوله وان دي بتزود فرصه في البالون دور، فالحوار ده مضايقني قوي. باستثناء كده عجبني قوي اللقطه ان هو بعد ما جاب الجون احتفل احتفال يوتا، اللي هو قعد كده مربع واكنه ماسك دراع بلاي ستيشن، بسبب ان يوتا طبعا اللي ما يعرفش ان يوتا من احسن اللاعبين في العالم اللي كان بيلعب فيفا، وبيتقال ان هو كان مصنف اصلا على اللعبه بعد ما كانت جت فتره كده قدر ان هو يكسب 30 ماتش من غير ما يخسر ولا ماتش، فهي دي كانت احتفاليه يوتا. فحاجه بسطت طبعا كل اللي بيتفرجوا، وممكن كل اللي بيتفرج وهو عارف ان دي احتفاليه يوتا تلاقيهم ابتسموا كده تلقائي ان ديمبلي احتفل احتفاليه يوتا دي. وبس كده في النهايه باريس سان جيرمان قدر ان هو يكمل لدور نص النهائي ويطلع بايرن ميونخ في واحده من امتع ماتشات البطوله عشان يستنى المتاهل من بروسيا دورتموند وريال مدريد. وبس كده دي كانت حلقتنا النهارده من ماتش ربع نهائي كاس العالم للانديه ما بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، ونتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.